وكلنا جربنا نستخدم أدوات الترجمة، وساعات النتيجة بتكون ممتازة وساعات تانية بتكون غريبة قوي. يا ترى ليه؟ في الشرح ده هنفهم مع بعض إيه بالظبط اللي بيحصل ورا الكواليس، وليه الكمبيوتر رغم كل ذكائه لسه بيغلط. يلا بينا. أكيد كلنا اتحطينا في الموقف ده، نكتب جملة على أي أداة ترجمة والنتيجة اللي تطلع تكون ملهاش أي معنى. الموقف ده بالظبط هو اللي عايزين نفهمه. ليه الآلة بكل التطور اللي وصلت له لسه بتقع في أخطاء بدائية زي دي؟ وده يمكن أشهر مثال على المشكلة دي. لو حد كتب بالإنجليزية I feel blue، الترجمة الحرفية البحتة هتكون أنا أشعر بالأزرق. كلام طبعاً غريب ومحدش بيقوله، في حين إن المعنى المقصود هو ببساطة أنا حزين. السؤال المهم بقى، ليه الكمبيوتر مش بيفهم الفرق ده؟ طيب، عشان نفهم الحكاية لازم نقسمها لأجزاء. أول وأكبر سبب للمشكلة هو إن اللغة مش مجرد قاموس بنبدل فيه كلمة بكلمة. التحدي بيبدأ من أصغر حاجة خالص، الكلمة نفسها والعبارات القصيرة. بصوا مثلا على كلمة بسيطة زي بنك، كلمة كلنا عارفينها وسهلة قوي، صح؟ بس هل الموضوع بالبساطة دي بالنسبة للكمبيوتر؟ لا خالص. الكمبيوتر لما بيشوف الكلمة دي لوحدها كده بيبقى في حيرة. كلمة بنك دي مقصود بيها إيه بالظبط؟ إحنا كبشر عقلنا بيقدر يفهم من السياق بسرعة، لكن الكمبيوتر ما عندوش الحدس ده. يعني كلمة بنك ممكن تكون بنك اللي بنحط فيه الفلوس، وممكن تكون ضفة النهر. فلو جملة زي I sat on the bank اتقالت من غير سياق واضح، الكمبيوتر هيعرف منين؟ ممكن جدا يختار المعنى الغلط، وساعتها الترجمة كلها تبوظ. والموضوع بيصعب أكتر وأكتر لما نتكلم عن حاجة اسمها التعبيرات الاصطلاحية أو الإيديومز. دي بقى كارثة لو ترجمت كلمة بكلمة، زي التعبير الإنجليزي المعروف ده. بصوا بقى على الفرق الشاسع. الترجمة الحرفية هتبقى يكسر التلج، كلام غريب وملوش علاقة بالموضوع، لكن المعنى الحقيقي هو إنه يفتح كلام مع حد، يكسر حاجز الخجل أو الصمت. الكمبيوتر لو مش متدرب على التعبير ده بالذات هيختار طبعاً الترجمة الحرفية الغلط دي. طيب، هل المشكلة بتقف عند الكلمات والعبارات بس؟ لا طبعاً، لما بنخش بقى في تركيب الجملة نفسها بتظهر تحديات من نوع تاني خالص. تحديات ليها علاقة بترتيب الكلام والسياق اللي بيتقال فيه. يا جماعة، الترجمة مش إننا بنشيل كلمة ونحط مكانها كلمة من لغة تانية وخلاص. يعني في الإنجليزي بنقول I ate apples بالترتيب ده، فاعل فعل مفعول. لكن في العربي طبيعي جدا نبدأ بالفعل ونقول آكل التفاح. فالكمبيوتر هنا مطالب مش بس إنه يترجم، لأ، ده لازم يفهم قواعد اللغة التانية ويعيد ترتيب الجملة كلها عشان الكلام يبقى طبيعي ومفهوم. ودي مهمة مش سهلة أبداً. ونيجي بقى لمشكلة تانية كبيرة، السياق والضماير. يعني لما نكون بنتكلم مع بعض وواحد يقول هو شافها، كلنا بنبقى فاهمين مين هو ومين هي من سياق الكلام اللي قبلها. الكمبيوتر بقى سهل جدا يفقد الخيط ده، فبيطلع ترجمة مبهمة لأنه مش بيتابع الحوار بنفس الطريقة البشرية بتاعتنا. ونيجي بقى لأصعب تحدي فيهم كلهم، لأن اللغة في النهاية مش مجرد شوية كلمات وقواعد نحو، لا، دي حاجة أكبر من كده بكتير. دي شايلة جواها ثقافة مجتمع كاملة، وده بقى اللي صعب جدا على أي آلة إنها تفهمه. يعني مثلا جملة زي ربنا يسهل اللي بنقولها كلنا طول اليوم، ترجمتها الحرفية هتبقى حاجة زي God makes it easy. بس هل ده المعنى اللي احنا بنقصده فعلا؟ طبعا لأ. المعنى اللي وراها هو معنى ثقافي، يعني يا رب الأمور تمشي على خير، أو ساعات بتبقى طريقة مهذبة عشان ننهي بيها الكلام. وهنا بنشوف إزاي اللغة مرتبطة بالثقافة، وده اللي الكمبيوتر مش بيعرف يجيبه. طيب، بعد كل الكلام ده لازم نبص للترجمة الآلية ببصة مختلفة. الموضوع مش إنها فاشلة، الفكرة كلها إننا لازم نفهم هي إيه بالظبط وإيه حدودها. يبقى السؤال دلوقتي، هل كل الأخطاء دي معناها إن أدوات الترجمة دي فاشلة ومنستخدمهاش؟ لا، الإجابة طبعاً مش كده. والخلاصة كلها في النقطة دي، الترجمة الآلية دي أداة قوية ومفيدة جدا، بس هي في الآخر آلة مش إنسان. هي مش بتفهم، مش بتحس، مش عايشة الثقافة بتاعتنا. كل اللي بتعمله إنها بتلعب لعبة احتمالات، بتشوف ملايين الجمل اللي اتعلمتها وبتخمن إيه أنسب كلمة تتحط هنا، والتخمين ده ممكن يكون صح وممكن جدا يكون غلط. يعني نقدر نقول إن معظم المشاكل اللي شفناها دي سببها إن الآلة لسه بتتعامل مع اللغة كأنها كلمات منفصلة. بس السؤال الأهم بقى للمستقبل هو، هل ممكن في يوم من الأيام الآلة توصل لمرحلة إنها تفهم روح الكلام، تفهم السياق والمعنى اللي بين السطور؟ لأنها لو وصلت للمرحلة دي، ده مش هيغير الترجمة بس، ده هيغير علاقتنا بالتكنولوجيا كلها.